وحشتوني قوي ووحشني اكتر محتوى الا حتى في اخر حلقة في السيزون بتاع البطريق 4.1. ونبدأ السحر، مود السحر 4.2. طبعا انت بتتحول، معرفش الفراشة بتتحول ليه، ما علينا، مش موضوعنا. هتلاقوا الفيديو اصلا على يوتيوب ظهر قدامكم دلوقتي، ممكن تدخلوا تتفرجوا عليه عادي. الجيم بدأ هادي على غير العادة، البطاريق واقفة في كل حتة تبص لبعضها كأنهم حاسين إن دي آخر أيامهم، واللاعبين داخلين وهم فاكرين إن ده تحديث عادي، لحد ما أول بطريق قرر يعمل نفسه جامد ويجري ورا واحد اسمه كابتن فلفل. البطريق يخبط فيه يخليه يطير. ده آخر واحد فاكر نفسه تحديث مهم، وفي ثانية الدنيا اتقلبت. البطاريق بترزع، لاعيبة بتقع، واحد بيصرخ يا ابن لا استنى، دي هتتغطى في المونتاج. المهم ان الصوت طالع من القلب. المعلم زعبوط حاول يركب البطريق ويهرب، البطريق لف ورماه في البحر. البطريق قالت كفاية عبث، احنا جينا نمشي مش نتحرق. وفجأة الشاشة تسود، صوت غريب يطلع، مش صوت تحديث، ده صوت حاجة داخلة غلط. البطريق كلها وقفت، بصت للسما واختفت واحدة واحدة، كأنهم بيقولوا سلام يا عالم بابجي الوسخ. ومن هنا تبدأ المصيبة الحقيقية. الأرض تنور، علامات غريبة تظهر، لاعب اسمه ساحر أبو عفريت يطلع فجأة ماسك عصاية يضرب الأرض، واحد يحاول يضفدع، واحد يتشال من مكانه، واحد بيصرخ. هو أنا في بابجي ولا في مسلسل كرتون؟ لا يا حبيبي، ده مود السحر، يعني لو كنت بتشتم البطريق من شوية دلوقتي هتتشتم من التعويذة نفسها. الشيخ مدحت الساحر يرمي تعويذة نار يحرق نص سكواد، واحد يقول يا نهار أبيض، التاني يقول، ويقف الصوت فجأة عشان الرقابة. الجيم كله بقى فوضى، مفيش ضرب نار، كله بيجري ورا تعويذة، واحد بيطير، واحد بيختفي، واحد يتقلب على أصحابه بالغلط. البطاريق مشيت وسابتنا مع السحر، وده أسوأ قرار في تاريخ التحديثات. لاعب واحد واقف لوحده اسمه مظبوط ابن حلال، شايل عصاية ومش فاهم حاجة، يبص حواليه يقول أنا كنت بلعب بابجي امبارح، إيه اللي حصل؟ تعويذة تيجي من وراه، الشاشة تقفل، وهنا تنتهي حكاية البطاريق إلى الأبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش لو الفيديو عجبك تحط لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.